ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل عصاج فراخ سهل وسريع وبينفع في كل الحشوات. بس قبل ما ابتدي الفيديو ما تنسينيش باللايك والاشتراك، وان شاء الله تستفيدي معايا في الفيديو. نشوف بقى هنعمل العصاج ازاي. جبت ووك على النار وحطيت فيه معلقه كبيره من السمنه، وكمان معلقتين تلاتة كده من الزيت عشان يبقى بيلمع. وبعدين ضربت بصلايه في الكبه، بصلايه وسط بقت مفرومه بالشكل ده، وهشوح البصلايه. انا العصاج ده بستخدمه في السمبوسه، بستخدمه في جلاش، بستخدمه في نجريسكو مكرونه او لازانيا، اي حاجه اي حاجه. العصاج ده بيبقى تحفه جدا فيها. دلوقتي بقى في البصل، اول ما البصل معايا يدبل هنزل بجزرايه مبشوره. هكون بشره جزرايه متوسطه الحجم، علشان دي بتدي الطعم العصاج، بتخليه طعمه رهيب جدا. هنحط ال- الجزرايه بالشكل ده وهشوحها. واول ما تدبل الجزرايه برضو هجيب كل الكلام ده على جنب، البصل والحاجات دي كلها على جنب. واكون غاسله صدر فرخه ومقطعاه مكعبات صغيره جدا. المكان الفاضي ده انا عاملاه علشان اشوح فيه الفراخ او اديلها صدمه. اول ما بدي للفراخ صدمه زي ما انتوا شايفين كده بنزل بحبه حبه. دي بتحافظ لي على ان الفراخ دايما تبقى جوسي من جوه، وما يكونش الفراخ تنزل ميتها يعني ويبقى طعمها مش لذيذ. هكمل الكميه بالطريقه دي كده، وبعدين هقلبهم كلهم بالشكل ده. بصوا علشان اديت لها صدمه ما نزلتش ميه ازاي، بتبقى بصراحه لذيذه جدا. هقلبها وبعدين هنزل بالتوابل بتاعتي. التوابل اللي هي ايه؟ كزبره وقرفه ورشه جوز الطيب، من كل حاجه نص معلقه صغيره، وملح وفلفل اسود، وكمان حبهان مطحون ومرقه دجاج وبابريكا. دي التوابل بتاعتي، حابه تكتري براحتك، حابه تقللي براحتك. وهكمل تشويح فيها. وبعدين هجيب فلفل الوان اكون مقطعاه مكعبات صغيره بالشكل ده. برضو عايزه تستخدمي نوع واحد بس من الفلفل براحتك، لكن هي هنا بالنسبه لي غنيه جدا عشان ولادي يعني مش بيحبوا الفلفل. وبس كده خلص العصاج. لو عجبك ما تنسينيش بلايك واشتراك، واشوفكم في وصفه جديده من وصفات اسراء. سلام.